مرعوبة جدا من موت أصدقائها وعاجزة عن الحركة، فينقذها بطنة ويجري نحو التنين قائلا: يا لهم من صيادين أغبياء لا يمكنهم حتى شم رائحة المواد. ثم يقول لبطنة: جربت مع سرقة التنين، هذا جزاؤكم. وهنا يستخدم بطلنا مهارة ترويض التنانين، فتقول له الفتاة: بطلنا، من أنت بالتحديد؟ فيبتسم بطلنا ويقول لها: هل تريدين أن تعرفي من أنا؟ هل اعتقدت أنني مجرد مستدعي؟ أنا سيد التنانين. مما يجعل الفتاة مصدومة. ثم يقول له النظام: تم إبرام العقد مع التنين الأسود. المهارات المتاحة: مخالب التنين، ضربة ناب التنين، وإلهام التنين. فيهجم التنين على الفتاة فتقول: أرجوك اتركني، لو كنت أعرف أنها كانت بيض تنين لما فعلت ذلك. فيقول لها بطنة: أيها الصيادون الحقيرون، كما قتلتم أشخاصا آخرين. فتقول: لا، لم أفعل. فيقول لها بطنة وهو غاضب: اذهبي مع رفاقك. ثم يقتل بطنة الفتاة ويقول بعد انتهاء المعركة: أخيرا لقد انتهيت. ويقول في نفسه وهو يمسك التنين: أنا حاقر، لا أصدق ذلك. ثم يقول للتنين وهو يبتسم: أنت مفعم بالطاقة. ويتخيل نفسه راكبا على التنين في المستقبل قائلا: حان الوقت للتخلص من لقب أضعف مهنة. ويكون سعيدا جدا من هذا. ثم يقول: لقد عبرت حقا الخط من الأضعف إلى الأقوى. وهنا يبدأ بطلنا بالتفكير في اسم للتنين، ويختار عدة أسماء مثل كورة فحم صغيرة، ثم يعود ويقول: لا، هذا لا يناسب. وبعدها يقرر أن يسميه شياو يي. ثم يقول في نفسه: لا شك أن يوم تخلص مروض التنانين من لقب أضعف مهنة قادم لا محالة. وهنا يلعق التنين دم بطلنا، فيقول له: انتظر، ماذا تفعل؟ ثم يخرج التنين قوة كبيرة ويطير إلى الأعلى، ويتغير شكله إلى شكل فتى. فيتفاجأ بطلنا من هذا الأمر قائلا: ماذا يحدث؟ ثم يكتشف أن التنينة يمكنها التحول إلى شكل بشري، فتهز رأسها بالموافقة. وهنا تظهر معلومات بطلنا: القوة 55، الرشاقة 53، الروح 6، القدرة على التحمل 60، والمهنة هي ترويض كل أنواع التنانين المختلفة. أما المهارات، فهو يمتلك مهارة مخالب التنين التي تحول الذراعين إلى مخالب وتعتمد القوة على التنين الحالي، ومهارة ضربة ناب التنين التي تجمع طاقة التنين لإطلاق ضربة قوية، ومهارة إلهام التنين التي تشجعه وتشجع حيوانه الأليف وترفع سماته بنسبة 30%. أما معلومات التنين، فهو تنين الظلام من المستوى الأول، والقيمة المخزنة هي 239. وهنا تحاول التنينة الطيران ولكنها تفشل، فيقول بطلنا في نفسه: كان توقعي صحيحا، وتم فتح جميع المهارات بعد ترويض التنين. إلهام التنين يمكنه تقوية نفسي، والتنين الأليف مع كفاءة 30% لجمع السمات، وقوة الهجوم أعلى بكثير من تأثير تعزيز الكهنة. ضربة التنين عبارة عن هجوم شديد الضرر، ويمكنني أيضا تحويل ذراعي إلى ذراع تنين لإلحاق الضرر. ثم يضغط بطلنا على صورة التنينة ويقول: خصائص تنين الظلام الصغير: تفوق الإنسان العادي ب5 أو 6 مرات، وهذا كاف لجعلها تفوق على أي مقاتل من نفس المستوى، حتى لو كنت قاتلت بنفسي. وتظهر معلومات التنينة: القوة 342، الرشاقة 267، الروح 359، القدرة على التحمل 373، مع مهارات مثل هجوم الفك الذي يندفع بسرعة عالية ثم يعض ويتسبب في ضرر مستمر ونزيف للهدف، ولهب الحمم البركانية الذي يمكن التنين من إطلاق اللهب بشكل مستمر أمامه مما يسبب الضرر ويشفي نفسه في نفس الوقت. ودم تنين الظلام الذي يقلل جميع الأضرار المتلقاة بنسبة 50%، ويحصنه من جميع التأثيرات مع زيادة في القدرة على الشفاء الذاتي بنسبة 500%. فيقول بطلنا في نفسه وهو مصدوم: تنين صغير من المستوى الأول مع هذه المهارات والخصائص التي تقارب 400 نقطة، ولا يمكن للبشر الوصول إليها أبدا، حتى لو كان خبيرا بشريا متقدما بالمستوى 20 فلن يكون قادرا على هزيمته.
وميثاق الدم يمكنه رفع جميع السمات للضعف بشكل مباشر، وأشعر بوضوح أني أصبحت أقوى بعد ترويضه بنجاح. ومهما كانت المهنة المخفية قوية، فلن يكون لديها أي فرصة للفوز أمام التنانين. ليس هناك شك في أن مروض التنين أقوى مهنة مخفية. وهنا تكون التنين تأكل قشر البيض الخاص بها، فيقول بطلنا في نفسه: مع أنها تحولت إلى شكل بشري، إلا أنها لا تزال لديها عادات التنين. ثم يفكر في تسميتها، ويقرر أن يسميها شياو يي. بعدها يقول في نفسه: هذا الأمر يستحق المخاطرة، سأصطاد بعض الوحوش البرية لملء بطن شياو يي. ثم يقول في نفسه: علي أن أتدرب جيدا لاختبار قبول الجامعة الذي سيأتي قريبا. معظم الطلاب يركزون على الترقية في الخارج، لذا سأستعد للانطلاق. ويقول في نفسه: جائزة كوني أفضل باحث في المنطقة الجنوبية، والمؤهلات لأعلى جامعة في مملكة تنين التي كنت أتطلع إليها أصبحت في متناول يدي. ومع ذلك لا يمكنني الاستخفاف بالأمر، فرفع مستواي والتعرف على المهارات هي أولوياتي الآن. ثم يقول لشياويي: هيا ننطلق ونتعمق في الجبال والسهول، وهناك وحوش طعمها ألذ من قشر البيض. وهنا يظهر سرب من الوحوش يجري نحوهم، فيستغرب بطلنا: إنه ضبع السهول، وهو أخطر وأشد قسوة من الثعلب الرمادي المتعطش للدماء. وتظهر معلومات الضبع: المستوى الثاني، مهارات عضة الأسنان المكسورة التي تسبب ضررا مستمرا، والتعفن الذي يحدث تأثيرا مرضيا على الهدف، وقيمة الخبرة هي 80 نقطة. وهنا تهجم شياويي بسرعة خاطفة، فيقول بطلنا: هذه السهولة الصخرية الجبلية هي مجرد قطعة من الكعك لأقوى مروض تنانين وتنينة. ثم تهجم شياويي بضربة النيران وتقضي على جميع الوحوش، ويكتسب بطلنا نقاط خبرة، فيرتفع مستوى بطلنا إلى المستوى الأول، وترتفع شياويي إلى المستوى الثاني والثالث. فيقول بطلنا في نفسه: هذا أمر جيد حقا، ولكن إذا أردت رفع مستواك بشكل أسرع فعليك اصطياد بعض الوحوش النخبة. وهنا يلاحظ بطلنا وجود وحش مختبئ، فيقول لشياويي: اتركي الضباع الصغيرة، هناك وحش كبير كان ينتظر لفترة طويلة. وفعلا يخرج الوحش، وهو أسد الدم ذو الرؤوس الثلاثة من المستوى 27، مع مهارات الزئير والضغط. الله بالثلاثي. وقيمة الخبرة هي 23,790 نقطة. فيقول بطلنا: زعيم نخبة من المستوى 25، وفي العادة يتطل الأمر فريقا من صائدي الوحوش لمجرد الاقتراب منه. ثم يقول بطلنا لفريقه: هيا لنهاجم الأسد. فيهجم الأسد باستخدام مهارة الزئير التي ترفع من قوة دفاعه وهجومه لفترة من الوقت. ثم يحاول الأسد استخدام مهارة الله بالثلاثي التي تجمع التنفس المحترق في كرة نارية، لكنها تتطلب وقتا لتنفيذها. فيستغل بطلنا الفرصة ويقطع تنفيذ المهارة، ثم يقول لشياويي: ساعديني في الهجوم. فيتحول بطلنا إلى هيئة التنين، ويصبح راكبا على شياويي، ويهاجمان الأسد بمهارة الناب التي تندفع بسرعة عالية وتوقف الوحش عن تنفيذ المهارة. ثم يقفز بطلنا من فوق شياويي ويهجم على الأسد بضربة ناب التنين، ويستخدم مهارة ميثاق الدم ليهاجم الزعيم ويقضي عليه. بعدها تعود شياويي إلى شكلها البشري، وينزلون على الأرض، ويرتفع مستوى بطلنا إلى المستوى 14، وشياويي إلى المستوى 9. وهنا يظهر نظام الخريطة ويرسل خريطة الكنز الخاصة باليوم. فيتفكر بطلنا: هل هذه الخريطة خاصة أيضا بمهنتي؟ ثم يتبع بطلنا الخريطة ويصل إلى المكان المطلوب. وهنا يجد فريقا في أعماق السهول الصخرية، فتقول الفتاة للعجوز: هذه فرصة نادرة جدا ولا يمكننا تضييعها. فيرد العجوز: لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، ويتطلب العالم السري 5 أشخاص على الأقل لدخوله، ولا يمكننا الدخول إلا بعد اكتمال العدد. ولكنني أقترح أن تعدي ساي إير إلى مدينة جانج وتحضري شخصا إلى هنا. فتقول الفتاة: حتى مع رشاقتي
فإن الرحلة ذهابا وإيابا إلى المدينة ستأخذ يوما كاملا. وتظهر معلومات الفتاة، اسمها تشين ومهنتها القتالية مجهولة. فيقول لها العجوز: لا داعي للقلق بشأن المكاسب والخسائر مثل هذه، وبمستوى قدراتك بمجرد دخولك إحدى الجامعات ال10 ستحصلين بالتأكيد على عالم سري خاص بك. فتشعر تشين بالحزن لعدم تمكنهم من الدخول إلى العالم السري، وفجأة يشعرون بقدوم شخص وهو بطلنا. فيقول له العجوز: هذا المكان ليس مناسبا لصائدي المواد. ولكن تشين تسكت وتدعو بطلنا للانضمام إليهم مؤقتا، وتقول: لا داعي لفعل أي شيء، فقط تعال معنا لتكملة العدد، وبعد النجاح في المهمة سأعطيك مكافأة قدرها 100 عملة تنين. فيقول بطلنا: 100,000 عملة تنين. ثم يقول في نفسه: بالطبع هذا عالم سري نادر ومهم جدا. فتقول له تشين: نعم، نحتاج مساعدتك فقط في إكمال عدد الأشخاص المطلوبين للدخول، ولن تفعل أي شيء، وستحصل على 100,000 عملة تنين. فيرد عليهم بطلنا: أنا لست مهتما بالمال، ويمكننا التعاون واتباع القواعد. فتقول له تشين: هل تقصد أنك تريد توزيع مكافآت العالم السري بناء على أداء كل فرد؟ فيرد بطلنا: نعم. فتفكر تشين في نفسها: متوسط مستوانا حوالي 20، لكنه يبدو أضعف منا جميعا. هل هو واثق جدا من نفسه أم أنه مجرد شخص مغرور؟ ثم تقول لبطلنا: بما أنك تريد التعاون فلنشكل فريقا ونظهر المصداقية. عرض 100,000 عملة لا يزال قائما. فيوافق بطلنا ويستعدون جميعا للدخول. ثم يقول بطلنا في نفسه: كشف هوية شياويي في البرية أمام الغرباء سيسبب لي المتاعب، سأنتظر حتى أحصل على مكافآت العالم السري. وهنا يدخلون جميعا إلى العالم السري، الذي يكون عبارة عن قرية الحزن بالمستوى 10، وصعوبة المستوى صعب. يتفاجأ الفريق بأن القرية هادئة جدا، فتقول تشين: لا توجد أي علامة على الحياة هنا. فيسأل العجوز بطلنا: هل معك سلاح؟ فيخرج بطلنا سيفا جديدا، وهو سيف التنين الأسود من الجوة الملحمية، والمستوى المطلوب هو المستوى 10، والمهنة المطلوبة هي مروض التنين أو محارب دم التنين، والمهارات المتاحة هي تحول الدرع دم التنين، التي تجعل المستخدم يتحول جزئيا إلى تنين وترفع القوة إلى 65 وقدرة التحمل إلى 30. فيقول العجوز عن سلاح بطلنا: هذا السلاح غير عادي. ثم يسألونه: هل أنت طالب أيقظ مهنته مؤخرا؟ فتقول تشين: لماذا تهتمون بذلك؟ التعاون هو تعاون، وإذا كانت لديه نية شريرة فسنتصرف على الفور. وهنا يظهر زومبي من تحت الأرض، وهو الزومبي الفاسد من المستوى 15، مع قيمة خبرة 620 نقطة ومهارة سم الجثة، التي تجعل الهدف يفقد نقاط حياته بشكل مستمر، والأهداف التي تحت تأثير السم تتحول إلى زومبي فاسد أيضا. ثم يظهر عدد كبير من الزومبي، فيتصدر الفارس تشاو جي الهجوم، وهو فارس من المستوى 20. ويشكر العجوز الذي يكون محاربا من المستوى 28 على مساعدته. ثم يهاجم العجوز الزومبي بمهارة قطع القمر، وتقاتل تشين الزومبي باستخدام القوس، وتكون مهنتها مختالة من المستوى 23. فيقول بطلنا في نفسه: محارب من المستوى 28 وعلى وشك تغيير مهنته للمرة الثانية. ثم تستخدم تشين مهارة مطر النور المقدس، التي تجمع الطاقة وتطلقها على شكل هطول من النجوم، مما يسبب ضررا كبيرا ويعالج الحلفاء بنفس المقدار، وتقضي على الكثير من الزومبي. ثم تقول لبطلنا: هذه هي خصائص مهنتي المخفية ساحرة النور المقدس، التي تجمع بين الهجوم والعلاج. بالطبع ضرر الهجوم أقل من ضرر الساحر، والمعالجة ليست جيدة مثل معالجة الكاهن. فيستغرب بطلنا ويقول في نفسه: مهنة مخفية أخرى، ولكن دراية النور المقدس فعالة جدا أمام الزومبي. ثم يشعر الفريق بهزة أرضية قوية، ويظهر عدد كبير من الزومبي، ولكن الهزة الأرضية تكون بسبب الزومبي النخبة، وهم زومبي الدم من المستوى 20، مع قيمة خبرة 840 نقطة ومهارات عضة مص الدم،
وسم الجثة وجنون الدم التي تجعله يدخل في حالة الجنون وترفع القوة والرشاقة بنسبة 40%. ويهجم الزومبي على الفريق، فيقول العجوز: تشين، احملي تشاوجي وبطلنا ودعينا ننسحب. فيقول بطلنا لشياويي: تعالي معي ولا تدعي الزومبي يخترق الصف الأمامي. ثم يهاجم بطلنا الزومبي بمهارة قطع القمر، وتهجم شياويي بمهارة الاندفاع، ولكنها تفشل في سحب السلاح من جسد الزومبي. فيستخدم الزومبي مهارة سم الجثة، مما يجعل بطلنا يفقد صحته بسرعة. فيقول بطلنا في نفسه: سم الجثة يتطلب تطهير الكاهن لإزالته، وتشين بصفتها ساحرة النور المقدس لا يمكنها مساعدتي. ثم ينادي العجوز على تشين لتساعده، فيقول لها: تعالي إلى الصف الأمامي ودافعي عني ضد الزومبي. وهنا يأتي دور بطلنا سيد التنانين لوفان، فيهجم بسرعة خاطفة على الزومبي ويقضي عليه. فيصاب الفريق بالصدمة من قوة لوفان المرعبة. ثم يقف لوفان وهو يمسك سلاح العجوز ويقول: لا تكن جبانا، فلا يزال يتعين علينا المضي قدما. فيقول العجوز: مستحيل أن تكون طالبا. فيرد عليه لوفان: أنا طالب في الصف 14، ولا داعي للكذب عليك بخصوص هذا الأمر. لقد أتيت إلى السهول الصخرية فقط من أجل اختبار كارثة القبر. فتقول تشين في نفسها: مذهل كيف أن مستوى 14 يتفوق في الهجوم عن محارب من المستوى 28. ثم يهجم زومبي على تشين، فينقذها لوفان بسرعة خاطفة ويقتل الوحش بكل سهولة. بعدها يقول لوفان: مستوى الزومبي يرتفع في القرية أكثر فأكثر، وسأبقى في الصف الأمامي. ثم يتعمق الفريق في القرية ويواجهون المزيد من الزومبي. فيقول لوفان: لا يمكننا إزالة سم الجثة، ولا يمكن أن تظهر بوابة المغادرة إلا بعد هزيمة حارس العالم السري، ويجب أن ننهي هذا بأسرع وقت ممكن، وإلا سأموت هنا مع انتشار السم، أو ربما أتحول إلى زومبي. وهنا يلاحظ تشاوجي وجود شيء خلف العجوز، فيحذرهم بسرعة، ولكن الزومبي ذو البشرة الحديدية من المستوى 20 يظهر فجأة. فيصاب الفريق بالصدمة، ويكون الزعيم جائعا ويريد أن يأكل الفريق. فيقول لوفان في نفسه: سم جثة تشاوجي خطير لدرجة أنه أيقظ الزومبي ذو البشرة الحديدية. ثم يقول لوفان للفريق: هيا لنقضي عليه قبل أن يستخدم مهارة الامتصاص على تشاوجي. فيهجم العجوز على الزومبي بمهارة قطع القمر الكامل، ولكنها لا تؤثر عليه. فيهجم لوفان على الزومبي بسيفه، ولكن الزومبي يستخدم مهارة الجلد الحديدي التي ترفع من دفاعه وتحمله بنسبة 40%. فيقول لوفان: أحتاج إلى ضربتين سريعتين لإيقافه. ثم يكتشف لوفان أن سيفه يمتلك مهارة ذراع التنين التي تجعل المستخدم يتحول جزئيا إلى تنين وترفع قوة التحول. فيستخدم لوفان المهارة ويهجم على الزومبي بسرعة خاطفة، بينما تساعد تشين في الهجوم بمهارة مطر النجوم المقدس. وعندما يكون الزومبي على وشك الانهيار، يقول لوفان للعجوز: هذا الزومبي يعتمد على الانصهار والامتصاص المستمر ليصبح ضخما. جوهره الحقيقي مخبأ في الداخل. فيهجم لوفان على الجوهر الحقيقي للزومبي ويقضي عليه أخيرا. بعدها يظهر صندوق كنز بعد هزيمة الزومبي، ويعتذر الفريق لوفان لأنهم استهانوا بقوته. فيقول العجوز: أنت بالتأكيد تمتلك القدرة على إكمال هذه المهمة منفردا. فيرد لوفان: هذا مبالغ فيه، دعونا نترك تشين لتوزع المكافآت. يفتح الفريق صندوق الكنز، فيحصلون على إكسير القوة من النوع الاستثنائي، وجرعة ترياق من المواد الاستهلاكية ذات الجودة النادرة التي يمكنها القضاء على تأثير سم الجثة، ودعامات الحداد من النوعية الممتازة. ثم تقول تشين: لم تفتح بوابة المغادرة بعد. فيتفاجأ الفريق عندما يكتشفون أن الزومبي ذو البشرة الحديدية لم يكن الزعيم النهائي للعالم السري. ثم يصلون إلى ضفاف البحيرة، وهناك يظهر وحش عملاق اسمه جثة الحزن من المستوى 25، نفسه حتى بدون تأثير إضعاف أرشيفيمامي على جميع الخصائص،
لأننا كنا قادرين على تقديم أي مساعدة طالما أن الجميع يعرف ذلك. فدع من يمكنه التعاون معي حقا يحل مشكلتك. وهنا تهجم عليه الزعيمة، فبيضحك لوفان وينزل لها بنظرة حماسية وهو يقول: يمكنك الخروج والقيام ببعض الأنشطة. عندها الصغيرة نعرف أنه كان يكلم شياو، وفعلا يخرج التنين الأسود من البوابة ويتجهز لمواجهة هجوم الزعيمة. يظهر بشكل تنينه الكامل، فيصدم الفريق من هذا الأمر قائلين: هذا الطفل لوفان استدعى تنينا عملاقا. ويا له من مشهد حيث أن لوفان يسبب مجزرة بحق الزعيمة دون أي رحمة، مستخدما هجوم الفاكهة، وهي مهارة الاندفاع بسرعة عالية تسبب ضررا مستمرا مصحوبا بالنزيف. الزعيمة تعاني من هذا الأمر، وشياو لا ترحمها فتهاجمها بمخالبها، مما يؤدي إلى تحطيم الزعيمة نهائيا. تساو إير تصرخ بصدمة: هل هزمت بهذه السهولة؟ فيرد عليها العم جي: تم تقطيع أوصال الزعيمة بضربتين فقط، وكان الأمر مرعبا بكل بساطة. يقول شياو جي وهو مصدوم: لم أكن أتصور أنني سأرى تنينا بعيني. وتشين متفاجئة بأن الشخص المذكور في الشائعات الأخيرة في مدينة شينغهاي هو بالفعل الشخص الواقف أمامها، مروض التنانين الوحيد، لوفان. يقف لوفان مع شياوي بشكلها التنيني، ويقول الفريق: بما أن لوفان يمكنه استدعاء تنين عملاق، فهذا يعني أنه يمكننا إنهاء العالم السري. ولكن لوفان مستغرب لأن البوابة لم تظهر بعد، ويتساءل ما إذا كانت الزعيمة لم تمت بعد. فجأة يظهر ظل في الماء، وتخرج الزعيمة مجددا بطاقة كبيرة وبشكل أقوى. يصاب الفريق بالذعر حيث تظهر الزعيمة غاضبة وترتفع جميع إحصائياتها. تهجم الزعيمة بالماء على لوفان والفريق، لكن شياو تتصدى للهجوم بمهارة المناعة والتقييد التي تقلل جميع الأضرار بنسبة 50%، وتمنح مناعة ضد جميع التأثيرات، وترفع قدرة الشفاء الذاتي بنسبة 500%. تحاول تساو إير تفادي الهجوم، ولكن الزعيمة تصيبها مجددا. يحاول العم جي مساعدتها، لكن الماء لا يمكن تدميره، ويدركون أن ذلك بسبب جسم الكراهية الذي يجعله محصنا ضد جميع الأضرار الجسدية. تقول تساو إير بحزن: لقد انتهى الأمر يا آنسا، أنا آسفة. فترد تشين: أنا من يجب أن يعتذر، فقد أصريت على المجيء لهذا العالم السري، وأنا السبب في كل ما حصل لكم جميعا. لكن لوفان يقول لها بحزم: بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة، هل سنستسلم الآن؟ فتجيب هايتشين: أنا الوحيدة التي يمكنها استخدام الهجمات السحرية، لكن قوتي الهجومية ضعيفة. فيرد العم جي: هذا الوحش محصن ضد جميع الهجمات الجسدية، وفي هذا الموقف بالكاد يمكننا حماية أنفسنا. تقوم الزعيمة بتفعيل تأثير الحزن، لكن لوفان يصرخ: لن أستسلم. عندها تفعل شياو تأثيرات المناعة، مما يجعلها محصنة ضد الموت الفوري وسم الجثة والنزيف والدوخة وجميع مهارات الزعيمة، لأنها من سلالة التنين الأسود. يصاب الفريق بالدهشة، لكن تساو إير تقول: الفرق في المستوى كبير جدا. يرد لوفان بثقة: لا تقلقوا، سمات التنانين لا يمكن مقارنتها بالبشر. وهنا تفعل الزعيمة مجددا تأثير الحزن، لكنه لا يؤثر على شياو إطلاقا بسبب مهارة المناعة. رغم أن شياو في المستوى الثامن، إلا أن إحصاءاتها تفوق الزعيمة بكثير.